تفتكروا ايه السبب اللي خلاني اقوم بسرعة واعمل شوية القرص الفلاحي الجمال اللي قدامكم دول؟ حاجة بجد خطيرة، طرية جدا جدا وهشة من جوه زي ما هتشوفوا كده، وفيها كل العناصر الغذائية لأولادنا. تعالوا دلوقتي اقول لكم على السبب، وهقول لكم عملنا الكمية الخطيرة اللي قدامكم دي. كل الكمية اللي قدامكم دي بنص كيلو دقيق. ايه يا ستي، وما فيش غير النص كيلو دقيق؟ ما انا لازم اسهلها ما صعبهاش زي ما قلت لكم قبل كده. تعالوا نشوف بقى عملنا القرص العظمه ديت بنص كيلو دقيق الكميه الوفيره الجميله دي ازاي. يلا بينا، مش هنتكلم كتير، يلا نخش على المقادير. بس قبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على سيدنا النبي الحبيب، وكمان تعملوا لايك وشير للفيديو. اول حاجه عندي هنا نص كيلو من الدقيق منخول طبعا كويس، وعندي رشه بسيطه من الملح حوالي ربع معلقه، وعندي كمان معلقتين كبار من السكر، وكيس من الخميرة الفورية زي ما انتوا شايفين كده، او معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. حلو كده، حلو. هنبدأ بقى نقلب كل المواد الجافة بالشكل ده، وهنزل بكوباية الا ربع سمنة زي ما انتوا شايفين كده. تقدروا تستبدلوها زبدة، تقدروا تستبدلوها سمنة على زيت، المادة الدهنية اختياري ليكوا خالص. تمام. هبدأ هنا بقى اشرب الدقيق بتاعنا زي ما احنا متعودين للسمنة بتاعتنا بالشكل ده، وهنبس فيه كده زي ما بيقولوا كأنكم كده بتعملوا كحك العيد. لازم الدقيق يشرب السمنة كويس قوي. هقول لكم دلوقتي على السبب اللي خلاني اقوم اعمل القرص دي. عايزه اقول لكم ان انا كنت بعمل القرص دي والولاد في المدارس مع نفسي كده الصبح. ماشي، تعالوا بس الاول نشوف هنعمل ايه عشان مفيش حاجه ايه تجري مننا. بعد ما هنا انا خلاص خلصت بس كده العجينه، وبدات الدقيق شرب السمنه كلها. هنزل بقى هنا بكوبايه من اللبن بالشكل ده، او الحليب بالشكل ده كده. وهبدا كمان اجيب نص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه من الحنفيه عادي. الجو يعني لسه ما سقعش قوي، فالايه خلوا الامور يعني بسطوها على نفسكم. تمام. لكن طبعا لو في الشتاء هتبقى الميه دافيه زي دمعه العين كده. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. يبقى انا حطيت كوبايه من اللبن، هبدا انزل هنا بقى الم العجينه بنص كوبايه من الميه. انا هنا طبعا ببدا في الاول زي ما احنا متعودين بكوبايه وربع من الميه، وبننزل بالربع الاخير تدريجيا، لان في دقيق بياخد الكوبايه ونص كلها، وفي دقيق ما بياخدش الكوبايه ونص كلها من السوائل. يعني في دقيق بيشرب سوائل كتير، وفي دقيق لا زي ما احنا متعودين يا بنات. تمام كده. انا الدقيق بتاعي المره دي خد مني الكوبايه ونص كامله. تمام. يعني في الاول هننزل بكوبايه وربع، والربع كوبايه ده ننزل بيه تدريجيا. هبدا بقى لحد لما العجينه بتاعتي اتلمت خالص بالشكل ده. طبعا معجنات يعني ايه؟ يعني عجن كتير كده. ربنا يديك الصحة كده. وابدأي كده بصي طلعي بقى غلبك كده بتاع المدارس بقى والزهق والدنيا في قلب العجينة بالشكل اللي انت شايفاه ده. مش عارفة هنا المفرش كان معكسني ليه وعايز يجري مني. المهم هتبدأي تعجني كده كويس قوي. طبعا لو عندك عجان هيكون اوفر ليكي في التعب والمجهود وكمان في الوقت. هتحطيها في العجانه وعلى طول من غير ما تتعبي نفسك. اجيب هنا بقى البوله بتاعتي بعد ما العجينه اتخدمت معايا كده كويس وعجناها حلوه قوي. هبدا كده اديها برش الدقيق كده في البوله بتاعتي، وانزل عليها بحته العجينه بتاعتنا كده، او تدهنيها بالزيت عادي جدا. وهغطيها بالشكل ده باي كيس تلاجة عندك بطبق كده زي ما انت شايفه، وهنسيبها كده لمده نص ساعه ساعه ولا حاجه لحد لما تتخمر معانا كده وحجمها يتضاعف زي ما انت شايفه كده. وهنبدا في المرحله دي بقى نشكلها ونشتغل فيها. هنا بقى اختيار القرصه ده بقى طبعا يتوقف على حضرتك. يعني عايزاها بقى كبيره، عايزاها صغيره، طبعا التشكيل ده ليكي انت. حابه القرصايه كبيره هتقطعي كده حته قطعه العجينه كبيره، عايزاها صغيره وسط زي ما انا عملتها كده. لان ساعات الولاد بياخدوا القرصه مثلا يجي يخشوا في الثانيه ما يقدرش يكملوها او ما يردوش، ابص الاقيهم مرميين حتت منها. فانا بصراحه بحب دايما مخلياها وسط صغيره، بحيث ان ايه اللي ياكل قطعه اللي ياكل اتنين ما يرميش منها. انتوا فاهميني؟ كبيره قوي فممكن يسيبوا منها بالشكل ده. هبدا بقى ان انا اشكل كل كميه العجينه بتاعتي بالشكل ده. ما شاء الله طلعت معايا كميه محترمه جدا جدا. تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده. تقدري بقى زي ما قلت لك، حابه تخلي القرصه كبيره، حابه تخليها صغيره. تعالوا بقى نخش في السبب بصراحه اللي خلاني اقوم اعمل الصبح كده شويه القرص الحلوين دول يعني على السريع. الولاد الصبح وهم نازلين المدرسه كانوا زهقانين ياخدوا او يفطروا يعني الصبح، واحنا هنستكفى بس بالسندوتشات. يا ماما يا بنتي طب كلي حاجه، لا مش عايزه. يا بنتي طب مش عارف، لا مش عايزه. قلت لها بس كده. طب والله بقى انا بعد كده ايه، طب هات اجيب قرصيه وانا ماشيه من الفرنه، او اجيب مثلا مولتو، او اجيب حاجه وانا ماشيه من السوبر ماركت. قلت لها ايه ده هو كل يوم على كده يا ربي؟ لا على ايه؟ طب ما هو فرصه كده وهم تحت اقوم كده ايه وهم في المدرسه، اقوم كده
كده اقوم عامله لهم شويه القرص دول، بحيث ان هم الصبح قبل ما ينزلوا يغيروا بيهم ريقهم مع كوبايه شاي بلبن. احنا نفطر بيها الصبح، بتبقى حاجه خفيفه كده الصبح، تحط لهم منها في اللانش بوكس. فبجد بجد جميله جدا جدا، وزي ما قلت لكم نص كيلو مش مجهود ولا بياخد مننا وقت ولا اي حاجه، وكمان بيعمل كميه وفيره زي ما شفتوا، يقعد معاكم بالكام يوم ما شاء الله، حسب طبعا الاستهلاك بتاعك. وهقول لك ازاي دلوقتي تقدري تخزنيها. طبعا هنا انا كان عندي بصراحه ملبن كنت شايلاه بالشكل ده عندي في الفريزر، وقمت مطلعاه، كانت حته ملبن كده عندي يعني في التلاجة شايلاها، وبدات طلعتها بالشكل ده، وقلت بقى اشكلها، قطعتها لقرات صغنونه كده بقطع صغيره، وهبدا اني انا احشي القرص بتاعتي دي بالملبن. تقدري تحشيها بالجبنه، تقدري تحشيها بالعجوه، تقدري تسيبيها ساده براحتك خالص، لكن انا بصراحه لقيت دي متوفره عندي، قلت يلا استخدمها بالمره في القرص بدل ما تبقى ساده كده للولاد، هي حاجه برضو ايه ياكلوها، حاجه حلوه كده جميله. تمام، هبدا بقى احشي كده القرص بالشكل ده. طبعا تقدري لو انت عملتي كيلو من الدقيق هيطلع معاكي طبعا كميه اوفر، وهنضاعف المقادير. تمام، عملتي 2 كيلو نفس النظام. طب احنا عايزين نخزنها، هتخزنوها ازاي؟ حسب استهلاكك اليومي. انا بستخدم مثلا او بستهلك كل يوم الصبح 5 قرص 10 قرص ليا وللولاد. هتحطي مثلا ال10 قرص دول في كيس اللي هي اكياس التلاجة، وتعبي كده بقى القرص بتاعتك وتشيليهم في الفريزر. بس كده، قبل استخدامك للقرص بنص ساعة بالظبط طلعيهم من الفريزر كأنك لسه عاملاها طازة، زي ما بقولك كده. جميله جدا جدا، انا عندي بعملها وبشيلها في اكياس في الفريزر، وبطلعها قبل الاستخدام. حابه تطلعيها عشان احنا في ايام مدارس والاستهلاك كتير، من بالليل قبل ما تنامي لحد الصبح براحتك، برضو بتبقى طازه وجميله ما فيهاش اي مشكله. حابه اول ما الولاد يصحوا من النوم على بال ما يتشطفوا ويلبسوا وتحضري لهم كوبايه الشاي بلبن، تطلعيها هتلاقيها فكت وبقت معاكي زي الفل. ممكن تدخليها الفرن برضو، تاخد يا دوبك تدفيه الفرن كده كانها لسه طالعه طازه. هبدا هنا زي ما خلصت الكميه زي ما شفتوا كده، وبدات بططها بايدي كده، وفتحتها بس فتحه بسيطه من النص بالسكينه عشان ما ترتفعش معايا وتبقى عامله زي رغيف العيش، ودخلتها في الفرن على درجه حراره 200. خدت معايا حوالي من تلت ساعه لنص ساعه حسب السوا بقى، حسب الفرن بتاعك بتتابعي السوا بالشكل ده. طالعه معايا عايزه اقول لكم زي الفل. عملنا 3 صواني ما شاء الله مليانين جدا زي ما انتم شايفين، كميه وفيره. بصوا طريه جدا جدا، عايزه اقول لكم طعمها بجد كان خطير، وريحه السمنه بقى فيها حاجه كده بجد خطيره، تحفه تحفه. تقدري زي ما قلت لك اعمليها بنص كيلو دقيق كل يوم. لو مسكتي كده نص كيلو دي وعملتي لاولادك شويه قرص، تحشي بقى جبن، تحشي بقى تديهم من كل واحده كده نوع، واحده عجوه، واحده ملبل، واحده بالجبنه. انسي بقى ان السندوتشات بقى وتعب السندوتشات، والفينو اللي بنجيبه دلوقتي بقى مش حلو وغالي ويعني بصوا، يلا بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.